المكان ده كان بيتنفذ فيه مشروع من أهم مشاريع اسكندرية وللأسف توقف. كنت بشوف إن المشروع ده هيغير شكل اسكندرية تماما، وكمان هيغير فكرة السياحة فيها. كورنيش جديد بيتم استحداثه لاسكندرية على بحيرة مش على بحر، وهو كورنيش أو ممشى أهل اسكندرية، واللي كان بيتم إنشاؤه على بحيرة مريوط. نوادي ومرسى يخوت وأماكن للتنزه، وكنت بتخيل إن هتلاقي اسكندرية كلها هنا، وخصوصا مع إنشاء عدد كبير من المجتمعات العمرانية حوالين المكان ده. محطة اسكندرية للقطار السريع، عدد كبير من التجمعات السكانية في منطقة أبيس وغيره، وكان هيخف ضغط كبير عن كورنيش اسكندرية الأساسي، وشكل جديد من أشكال الفسحة في المحافظة الساحلية. وبالفعل تمت أعمال كتير لردم جزء من البحيرة وتمهيد المكان. الممشى ده كان هيكون بطول 4.5 كيلو متر وبعرض 100 متر قدام منطقة بشاير الخير 3، وممتد لحد منطقة صواري. كورنيش جديد لمحافظة اسكندرية بيتم إنشاؤه على بحيرة مريوط، وخصوصا بعد ما تم تطهيرها وتكريكها من حوالي 3 سنين. كان المفترض ان هنا هيتم انشاء حزام شجري بعرض 5 متر، وده علشان يمنع الضوضاء عن الممشى الجديد اللي هيتم انشاؤه، وكمان يمنع الرؤية والتلوث ويسمح بالاستمتاع بالكورنيش الجديد. المشروع عبارة عن مسار مخصص للدراجات واماكن لاستئجارها، اماكن تانية لانتظار السيارات، مسار مخصص لعربيات الجولف ودي هتكون مخصصة لكبار السن اللي حابين يتمشوا ويستمتعوا بالكورنيش، برجولات واماكن للجلوس ونوافير واماكن خضراء واكشاك حضرية لبيع المشروبات، مرسى مراكب وأماكن للصيد وأماكن تانية لصيانة المراكب، سوق لبيع السمك سواء كانت أسماك طازجة أو وجبات، وكمان تلاجة للأسماك، بورصة للسمك للبيع بالجملة، منطقة للفود كورت من الخيام حواليها بحيرة صناعية، مجموعة من المطاعم والكافيتريات على ألسنة داخل بحيرة مريوط بواجهة بانورامية على البحيرة، حاجة كده أشبه بجليم باي على كورنيش وبحر اسكندرية، مسارات للمشاة علشان التنزه وكمان لممارسة هواية الصيد، نادي رياضي مخصص للرياضات البحرية، وكمان في رياضات أرضية وصالة مغطاة، فندق ومرسى يخوت ونافورة راقصة ومسرح مكشوف وملاهي مائية أكوا بارك، مسجد وميني ماركت ومحطة بنزين وغاز طبيعي. كل دي مشروعات تنموية وسياحية وحاجات جميلة كانت هتغير شكل المكان اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي، على الأقل كان هيكون أفضل من حاله اللي عليه. وزي ما قلت لحضراتكم بالفعل بدأت خطوات جدية وتم ردم جزء من البحيرة، وباين في الصورة الرملة اللي موجودة مكان الردم، لكن دلوقتي المشروع شكله توقف، بدليل ان مفيش اعمال بيتم تنفيذها حاليا، وانا مش عارف سبب للتوقف ده. بنتمنى يتم استكمال المشروع ده لانه هيضيف اماكن سياحية ومتنزهات وكورنيش وممشى جديد لاسكندرية ما كانش موجود اصلا، والجميل فيه انه ما كانش موجود حاجة مكانه اصلا، فبتنشئ منطقة تنموية وسياحية من العدم، متنفس لأهل اسكندرية وزوارها، فرص عمل جديدة، تطوير ورفع من قيمة المكان. يا ريت تتابعونا لو مهتمين تعرفوا كل اللي بيحصل في كل مكان في اسكندرية. أخوكم مراد محمود.